لن تحمل كأس إفريقيا حتى ولو لعبت الدورة في غرفة نوم الملك، وحتى ولو نظمت البطولة داخل أصغر قصره. الهزيمة دي وجعت مش عشان الكاس راح، لكن عشان كل حاجة كانت بتقول ان الكاس خلاص في المغرب. الشعب المغربي حس انه خلاص اخيرا وبعد 50 سنة بقى عندنا مشروع، عندنا افضل لعيبة، عندنا افضل مدرب، منتخبنا رابع العالم، برونزية الاولمبيات للناشئين، افريقيا للمحليين، صعدنا كاس عالم 2026 بعد رابع كاس عالم اللي فات، حتى كاس العرب يا شيخ سيطرنا عليه بالطول والعرض. هي دي بس اللي ناقصانا، هي البطولة اللي بقالها 50 سنة بنحاول عليها، هي البطولة اللي عملنا الأكاديميات والمشروع كله علشان ناخدها. وبعد كل الشغل والمجهود ده والأحداث اللي حصلت، وبالرغم انك بتلعب نهائي أفريقيا على أرضك وسط جمهورك والاستاد متقفل، ومعاك أحسن جيل لعيبة في تاريخك، أحسن مدرب في أفريقيا، المفروض انك أصلا ما توصلش للحظة دي.